6 حاجات في الشفاط الكهرباء مهمين جدا ركزي فيهم علشان ما ترميش فلوسك على الارض. 1. قوة الشفط لازم تكون عالية وكمان فيها مستويات علشان تختاري المستوى اللي هيناسبك. 2. اتأكدي ان هو في مودين، مود تحفيز ومود شفط. التحفيز بيحفز الغدة اللبنية عندك فبيسهل عليكي عملية الشفط. 3. الفانيل او القمع او الجزء الملامس للثدي حاول ان هو يكون سيليكون بالشكل ده علشان هيريحك جدا اثناء عملية الشفط. 4. قطع الغيار مهم جدا تتأكدي ان البراند اللي بتشتري منه ليه قطع غيار زي الاجزاء السيليكون، المثلث، المدور، الفانل، الخرطوم، وده علشان دي قطع استهلاكية وبتغيريها مع مرور الوقت. يعني القطعة دي ممكن تتقطع منك، ممكن تنشف فما تقومش بالدور بتاعها، او ان هي تضيع منك بكل سهولة. وتأكدي من قصة الصيانة، لازم تعرفي ان هو عنده صيانة متاحة، مش شهر ولا 3 ولا سنة ولا سنتين. انت ممكن تجيبي الشفاط دلوقتي وبعد 3 4 سنين ربنا يرزقك ببيبي تاني فيكون عنده صيانة ليه وقطع الغيار بتاعته تكون متوفرة. 5. صوت الموتور، حاولي تجيبي صوت موتور يكون واطي نسبيا علشان ما يعملش قلق للبيبي لو انت بتشفطي وهو نايم جنب منك. 6. البطارية مهمة جدا حتى لو هتعلي من سعر الشفاط علشان هتسهل عليكي ان مش كل مرة هتعملي فيها عملية تشفيط ان انت تبقي قاعدة جنب وصلة فيش. وبس كده، لو عجبك الفيديو دعوة حلوة في الكومنتات وشكرا ليك.